أبطال الصف الثالث الإعدادي، ويلكم باك. معكم مستر رشا جلال ودي قناتي مس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم أهم الباراجرافات اللي ممكن تيجي في امتحان الترم الأول. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. النهاردة بإذن الله بقدم لكم أهم الباراجرافات اللي ممكن تجيلك في امتحان الترم الأول. المصدر بتاعي في أهمية الباراجرافات اللي أنا هجيبها امتحانات السنة اللي فاتت، المحافظات كلها مع امتحان أبنائنا بالخارج، فبنجيب أكتر باراجراف اتكرر في امتحانات السنة اللي فاتت، يليه الأقل يليه الأقل يليه الأقل. عندي أول باراجراف جه السنة اللي فاتت كان بيقول لي اكتب عن a biography about the person you like most أو a biography of a person with a great job. الامتحان ده طبعا اتكرر في 6 محافظات وكان في البراكتس تيست. جاء طبعا في محافظة القاهرة، محافظة السويس، محافظة بني سويف، البحيرة، اسكندرية، الوادي الجديد، وزي ما قلت لكم كان في نموذج كتاب الوزارة في البراكتس تيست. طبعا احنا عارفين biography لما يجي يقول يتكلم عن biography بكتب الأول خالص من أول الشخصية he was born in، اتولد فين وامتى، لحد ما هو عايز يحقق ايه، او لو كان اتوفى بنتكلم عن انجازاته. تمام. وهسيب لكم طبعا لينك الفرق بين how to write a biography, a short story, a review، هسيبه لكم في الوصف تحت الفيديو، يا ريت ترجعوا له لانه هيسهل عليكم جدا الكتابه. ونيجي للباراجراف التاني. الباراجراف التاني كان بيقول لي اكتب عن an article about how to help people in your community، او ممكن يجيبه بصيغة تانية what can you do to help people in your community، أو how can we help our community، how can we help our community. طبعا أي باراجراف من دول هيبقى المحتوى واحد، أو الكلام اللي أنا هكتبه أو المعلومات اللي أنا هكتبها هتبقى واحدة طبعا. والباراجراف ده اتكرر في 4 محافظات، جاء طبعا في بورسعيد وفي الإسماعيلية وفي محافظة الشرقية، وكمان كان موجود في البراكتس تيست في كتاب المدرسة في نموذج الوزارة. نيجي لتالي باراجراف أهمية، وهو a short story about a visit to an interesting place. short story about a visit to an interesting place، أو a short story you would like to tell، أو a short story about a school trip. تمام. برضو لو قلنا عن school trip هتقول انك رحت المكان الفلاني وتبتدي تتكلم. short story انت تحب تحكي عنها برضو ممكن تكتب في نفس الموضوع. وطبعا short story هنحكي قصة هيبقى لها طبعا beginning وهيبقى لها middle وهيبقى لها end. هنكتب في الأول ايه اللي حصل، وبعد كده الأحداث في النص، وفي النهاية في الآخر خالص خلصت على ايه القصة اللي أنا بحكيها. وده برضو اتكرر في 4 محافظات، اتكرر عندي في البحيرة وفي الجيزة وفي الغربية والمنوفية. تمام. ونيجي للباراجراف اللي بعد كده، وده كان طبعا a review about online shopping. وطبعا احنا هنتكلم على ال advantages and disadvantages of online shopping، هنتكلم على مميزات وعيوب online shopping، التسوق عبر الانترنت. وطبعا ده جه في محافظتين، في محافظة أسيوط ومحافظة القليوبية. وممكن يقول لي write about something you put online، يعني ريفيو على online shopping، وفي الحالة دي أنا هتكلم عن موضوع عامة. إنما لو قال لي طبعا review about something you put online يبقى هتحكي تجربة شخصية لك عن حاجة أنت اشتريتها أونلاين. أوكي، موقف أنت اشتريته، وطبعا أكيد برضو هتذكر حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. وفي الأول خالص هتقول طبعا رأيك في التجربة نفسها، التجربة كانت ايه، وتبتدي تدي أسبابك لأن حصل كذا 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 وبعد كده كذا، وبعد كده انطباعك عن التجربة، أو أنت تحب توصي غيرك يعمل ايه. والباراجراف ده جه في محافظتين، اللي هو a review about something you put online، محافظة شمال سيناء وطبعا محافظة الفيوم. ونيجي للباراجراف اللي بعد كده، وهو قال لي a review about using the internet،
وده طبعا جه في محافظتين، محافظة المنيا ومحافظة بني سويف. وممكن يقول لي write a review about using social media in your life. تمام، فبرضو هنكتب في نفس النطاق، يبقى review about using the internet أو review about using social media in our life. نيجي لباراجراف بعد كده، من باراجراف 7 لحد باراجراف 12. طبعا دي باراجراف جت مرة واحدة، يعني جت في محافظة واحدة، ما اتكررتش في أكتر من محافظة زي الباراجرافات اللي فاتت. Number 7 بيقول لي a paragraph on one of your achievements. One of your achievements، هنكتب باراجراف عن one of your achievements and what you did to achieve it. وعملت ايه عشان تحققها. اكتب عن انجازاتك and what you did to achieve it. تمام. نيجي number 8 بيقول لي a review about the types of transport in your city. A review about the types of transport in your city. طبعا ريفيو على أنواع المواصلات في المدينة بتاعتك. أو يقول لي a review about your school. هنكتب ريفيو عن my school، المدرسة بتاعتك. طبعا هتكتب على your school نفسها، school subjects، your teachers at school، كل حاجة، school activities، الأنشطة اللي بتعملها. نيجي نمبر 10 بيقول لي a review about your city. طبعا هنكتب على مدينتك your city أو your city. review مقال نقدي عن المدينة بتاعتك. طبعا هتتكلم عن كل حاجة at your city. طبعا هتتكلم على places، على what is it famous for. هتتكلم على means of transport in your city. مثلا كل حاجة موجودة في مدينتك. وطبعا برضه هسيب لك لينك تحت الفيديو اقول لك ازاي تجمع افكار وازاي تنظمها وازاي تكتب باراجراف بطريقة سهلة جدا. ممكن كمان يقول لي write a review about the shopping you did last weekend. A review about the shopping you did last weekend. أو a review of handcrafts that you can buy in your area. A review about handcrafts that you can buy in your area. وزي ما قلت لكم الباراجرافز الموجودة قدامكم دي كلها هي ما اتكررتش إلا مرة واحدة في المحافظات اللي جيت فيها. إنما طبعا عندي a biography about the person you like most, a biography of a person with a great job. ده طبعا زي ما قلت لكم جاء في 7 محافظات. An article about how to help people in your community. What can you do to help people in your community? How can we help our community? ده طبعا اتكرر في 4 محافظات غير practice test. وعندي بعد كده a short story about a visit to an interesting place. A short story you would like to tell. A short story about a school trip برضو اتكرر في 4 محافظات. وبعد كده جبنا الأقل أهمية اللي هو a review about online shopping, a review about using the internet, a review about using social media in our life, a review about something you bought online. ده طبعا برضو دول احنا جبناهم يلوهم في الأهمية. وآخر حاجة كانت مجموعة باراجرافات دي ما كانتش جيت غير في محافظة واحدة. وبالتوفيق إن شاء الله وبإذن الله هدفنا طبعا إن احنا نوصل للنهاية. تابعونا إن شاء الله عشان بإذن الله هنزل لكم كل تريكات الامتحان بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب دعما لينا إن شاء الله عشان نستمر. باي فور ناو.